بسبب أشعة ليزر سلطت على وجهه في كرة الهدف الحاسم الذي سجلته الجزائر وقادها للتأهل لدور الستة عشر في كأس العالم. وفشل إيغور أوكينييف حارس روسيا في التعامل مع تمريرة عرضية وصلت لرأس إسلام سليماني فوضعها في شباكه بعد ساعة من اللعب ليمنح الجزائر نقطة التأهل. وأظهرت لقطات تلفزيونية ما بدت على أنها أشعة ليزر خضراء تضوي على جسد الحارس وهو يحاول الوصول للتمريرة العرضية. هذا وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم الجمعة عن علمه بتعرض إيغور إيكفينيف حارس مرمى منتخب روسيا لكرة القدم لأشعة الليزر خلال مباراة منتخب بلاده مع الجزائر في المجموعة الثامنة، ولكنه فشل في تحديد الجاني رغم وجود كاميرات عالية الدقة في الملعب. وتعرض إيغور لأشعة الليزر خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله والتي منحت بطاقة التأهل للجزائر. وقال جيروم فالكا سكرتير عام الفيفا بأن الفيفا حاولت تحديد هوية الشخص الذي استخدم أشعة الليزر ولكن لم تكن لديها صور واضحة بما فيه الكفاية لتحديد الجاني. بعد أن أجرى